الرئيس ترامب عايز ينزل الجيش في مينيابوليس، ايه اللي موقفه؟ خليني احاول احكي لك القصه ببساطه من غير تهويل. الرئيس دونالد ترامب هدد ان هو يستخدم قانون اسمه Insurrection Act يوم الخميس. الهدف المعلن ان هو يهدي احتجاجات اللي بتحصل في توين سيتي. الاحتجاجات دي ضد وجود القوات بتاعه الايس في المدينتين حسب وصف ناس كتير طبعا، وفي نفس الوقت في ضباط هجره مقنعين موجودين في مينيابوليس، والناس بتقول ان هم بيهاجموا الناس بعنف وبيتعاملوا بقسوه مع المتظاهرين. وفي اتهام اخطر كمان ان في اعتقالات بتحصل بناء على العرق، وده للاسف بيخلي انه في غضب واسع جدا من قيادات محليه ومجتمعات كتير قوي هناك. ترامب شايف ان الحل عنده قانون يفتح له الباب، قانون يسمح له ان هو يبعت الجيش رغم اعتراض ولايه مينيسوتا نفسها. كانه بيقول انا هفرض سيطره عسكريه في الشوارع، وفي نفس اللحظه ناس تانيين بتقول استنى بس الموضوع ده مش بالساهل. السؤال الكبير هنا يعني ايه الانسوركشن اكت اصلا؟ ايه هو القانون ده اصلا؟ وليه الرئيس شايفه ان هو العصايه السحريه اللي ممكن تحل الازمه؟ وليه لحد دلوقتي ما استخدموش فعليا؟ وايه المخاطر لما رئيس يلمح لخطوه زي دي؟ في احد برامج التوك شو حصلت مناقشه عن الموضوع ده بالفعل، وكان مقدم البرنامج بيتكلم مع بروفيسور من جورج تاون لا متخصص في قانون الجيش وفاهم خطوره الحكايه دي كويس قوي. والحلقه كانت بتحاول تفكك معنى القانون ده وحدوده ومخاطره، وهسيب لك كل لينكات المصادر في وصف الفيديو ده. خلينا نبدا من الاساسيات زي ما مارك سأل بالظبط. ايه هو هذا القانون وليه اتعمل من الاساس؟ الفكره ان في قانون بيسمح بالتدخل عسكري جوه امريكا في حالات معينه. يعني ده مش قانون للسياسه العاديه، ده قانون للازمات الكبيره. لكن هنا في نقطه ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. قانون زي ده مش معناه ان كل حاجه بقت مسموح، ومش معناه ان اي احتجاج يتحول تلقائيا لتدخل عسكري في شوارع امريكا، ومش معناه برضو ان الرئيس يقدر يلغي حقوق الناس بضغط الزرار. انما الخطر بيظهر لما الرئيس يستسهل الفكره دي كتهديد، لما يبقى مجرد الكلام عن قانون وسيله ضغط على الشارع، ولما يتقال ان الهدف هو قمع احتجاجات بتعارض سياسه فيدراليه. هنا الناس بتسال طب وحقوق التعديل فين؟ الناس هناك بتقول ان هم بيعارضوا عشان خاطر حقوقهم الاساسيه اللي هي حريه الكلام، حريه التظاهر، ورفض القمع في الشارع. وبتقول ان اللي بيحصل ده محاوله لكسر اراده المجتمع المحلي، كأن الرساله اعترض براحتك بس احنا برضه هنخليك تندم. الرئيس ترامب في كلامه بيشاور على كلمه كانها استعاده النظام يعني ووقف الفوضى، بس منتقديه شايفين ان هو بيستهدف حق الناس اللي هي بتعترض اصلا، وبيحاول يفرض نوع من الحكم العسكري في الشوارع، وده بيخلق خوف حقيقي عند اي حد مهتم بالحقوق المدنيه هنا في امريكا. طيب لو ترامب فعلا عايز يستخدم القانون ده، ايه فعلا اللي موقفه؟ الجزء الاول هو انه في مقاومه محليه كبيره جدا على ارض الواقع. الموضوع مش مجرد متظاهرين في الشارع وخلاص، ده كمان في قادة محليين ومجتمعات كاملة بتقول للقانون ده لا. وفي فرق كبير بين وجود فيدرالي وبين حكم عسكري. الناس ممكن تختلف سياسيا، بس فكرة ان الجيش ينزل في الشارع دي حاجة تانية خالص. الفكرة بتخلي الناس تحس ان الدولة بتتعامل معاهم كأنهم اعداء، وده ممكن يولع الموقف اكتر بدل ما يهديه. الجزء الثاني ان القانون نفسه ليه معنى وخطورة، مش مجرد سطر في كتاب، ده قرار سياسي وقانوني تقيل جدا هنا في امريكا، لانه بيغير صورة العلاقة بين الحكومة والناس في لحظة، وبيحط الجيش في مواجهة مباشرة مع مواطنين مدنيين جوه مدنهم. الجزء الثالث وهو المخاطر اللي هذا البروفيسور كان بيحذر منها، لما تدخل الجيش يبان ان هو كحل سريع لكنه بيزود فعلا الاحتقان، ولما يتقال ان الهدف اسكات معارضه سياسيه دي تبقى ازمه شرعيه، وساعتها الخساره مش بس للمدينه، الخساره هتبقى فكره الديمقراطيه نفسها هنا في امريكا. وبعدين في سؤال منطقي جدا، لو الضباط بتاع المقنعين دول بيشتغلوا فعلا في الشوارع، ليه نحتاج الجيش؟ ليه التصعيد يروح لاقصى درجه بدل الحلول المدنيه؟ ليه ما يبقاش في شفافيه ومحاسبه وتواصل مع المجتمع؟ الناس اللي بتعارض بتقول ان اللي بيحصل ده احتلال فيدرالي على حد تعبيرهم طبعا، والتعبير ده في رايي تقيل جدا لانه معناه فقدان الثقه في النوايا. يعني الناس شايفه ان الدوله جايه تفرض اراده مش تحمي امان المجتمع، وده بيخلي اي خطوه عسكريه تتفهم ان هي كتهديد مش كحمايه. وهنا ندخل على اخطر نقطه في القصه كلها. الرئيس ترامب بيعتقد ان هو يقدر يستخدم القانون ده لقمع المعارضه، وده تحديدا اللي ناس كتير قوي بتخاف منه، لانك لو فتحت الباب ده مين يضمن مفيش باب جديد تاني يتفتح؟ اللي بيحصل في مينيابوليس مش خبر محلي وبس، ده اختبار لفكرة الحدود بين السلطة الفيدرالية والمجتمع المحلي في الولايات المتحدة كلها، واختبار لقدرة الناس تحافظ على حقها في الاعتراض السلمي داخل أمريكا، واختبار للخط الرفيع بين الأمن وبين إسكات الصوت المخالف. وفي وسط الكلام ده كله لازم نسأل سؤال بسيط، هو احنا المفروض نتكلم عن تهدئة الموقف ولا نتكلم عن كسر إرادة الناس في الشارع؟ لأن الكلمات أحيانا بتتزين لكن النتيجة على الأرض هي اللي بتفضح الواقع. لو النتيجة على الأرض هي قمع الناس دي اللي بتبقى متظاهرين يعني، يبقى المشكلة مش مشكلة احتجاجات، ولما الاتهام ده يوصل لاعتقالات على أساس العرق الموضوع يبقى أخطر بكتير، لأن ده مش بس ممكن يكون من سوء الإدارة، ده بيكسر الثقة بالكامل وبيخلق إحساس إن في ناس مستهدفة لمجرد شكلهم مختلف أو أصلهم مختلف، وساعتها أي تهديد بالجيش هيبقى تهديد مرعب عند ناس كتير قوي.
مهم تفهم ان التهديد ده لوحده بيعمل اثر نفسي وسياسي كبير داخل المجتمع الامريكي، وبيخلي ناس تخاف تنزل او تخاف تتكلم او حتى تخاف تصور اللي بيحصل في الشارع، وكمان بيخلي القيادات المحليه في حاله تحدي مباشر مع البيت الابيض، وده بيحول الشارع لساحه صراع بين سلطتين مش للاصلاح. في البرنامج ده مقدم البرنامج في الاخر بيحاول ان هو يرجعنا للسؤال الجوهري: ايه اللي القانون ده اصلا بيأذن بيه بالظبط لما يتفعل، وايه المخاطر اللي بتيجي مع تفعيله في سياق احتجاجات، وليه رغم التهديد الرئيس ما استخدموش بالفعل. الناس احيانا بتفكر ان القوانين دي بتتفعل بسهوله، لكن الواقع اي خطوه كبيره زي كده بتفتح ابواب كوارث سياسيه، وبتفتح باب مقاومه اكبر، وباب غضب اوسع، وباب انقسام اعمق، وبيخلي كل لقطه في الشارع تتحول لازمه وطنيه. وبجانب ده كله في فكره الشرعيه اللي بتهم اي اداره حاليا. لو الناس شايفه ان الجيش نازل علشان خاطر يسكت، الشرعيه بتاعت هذه الاداره هتتاكل. ولو المدن شايفه ان ده فرض بالقوه ضد اراده الولايه، الصدام هنا هيبقى اكبر، وساعتها هتبقى مشكله كبيره. وساعتها هتبقى المشكله مين صاحب القرار فعلا في الشارع. النص اللي قدامنا ده بيقول ان الرئيس ترامب شايف ان هو يقدر يفرض قواعد عسكريه، وده تعبير يخوف اي حد حتى لو مختلف سياسيا مع الناس اللي في الشارع دي، لان كلمه قواعد عسكريه معناها مساحه اقل ومساحه اقل للرحمه، ومعناها ان صوت المواطن ممكن يتعامل معاه كتهديد امني. واللي بيمنع اي رئيس من ان هو يندفع بسرعه هو ثقه للقرار نفسه، لان لما تستخدم قانون زي ده انت بتغير شكل الدوله في لحظه، وبتعمل سابقه وكل مره بعد. وده ليه ناس كتير قوي بتشوف ان هو خطر حتى قبل ما يحصل. خلينا نكون واضحين في نقطه مهمه: في فرق بين انك تحمي الناس من العنف وبين انك تخرس الناس اللي موجوده في الشارع دي، وفي فرق كبير قوي بين انك تنفذ القانون وبين انك تستخدم القانون لاسكات اصوات الناس. والخوف هنا هو التهديد بالقانون، يعني سلاح سياسي مش حل امني. وفي النهايه فكره ايه اللي موقفه دي مش اجابه واحده، هي خليط من مقاومه محليه مع خطوره سياسيه مع مخاطر على حقوق الناس اللي موجوده في الشارع، وخليط من ان واقع ان الموجود في الشارع ده مش مجرد رقم، دي ناس فعلا وحياه ومستقبل لناس، واي قرار يلمس ده بالقوه ممكن يولع البلد بدل ما يطفيها. الموضوع لسه مفتوح وكل كلمه بتتقال بتفرق، واللي واضح ان الكلام عن القانون ده مش تفصيله صغيره. لو انت عايش في امريكا او ناوي تيجي، الكلام ده ممكن يمسك مباشره، لان اي تصعيد في المدن الكبيره بيأثر على حياه الناس كلها وعلى شكل تطبيق القوانين وعلى الاحساس بالامان في الشوارع. وفي الاخر خليك فاكر ان اكبر خطأ هو التطبيع مع الفكر، ان الناس تتعود ان الحل لاي احتجاج هو التهديد بنزول الجيش، ان ده يبقى عادي في النقاش السياسي اليومي. لما الخوف يبقى عادي الحقوق هتتسحب بكل هدوء. انا عندي هنا فيديوهات عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده اليوتيوب هو اللي مختاره ليك دلوقتي، يمكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا لمتابعتك، اتمنى ليك كل التوفيق.